الأخت هنونة منصور تسأل تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادي ندير منقوع الزبيب، تريد أن تنقع الزبيب في الماء، أنقعه في الماء، ماء ساخن في الليل، وأشربه في اليوم الثاني، هل عادي وإلا لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأشربة، ولهذا مراحل، ثم نسخ، ثم أجيز أو أعيد الحكم في جانب آخر. ولنأخذ شيئا من تاريخ ذلك حتى نفهم المسألة. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت تعاقر الخمر ويتشببون بها ويتغزلون بها ويرونها حياتهم، وعلى مقتضى التشريع لم تحرم الخمر في أول الأمر، وإنما أخذت أحكامها بالتدريج. ففي البداية كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم، عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر فقال: إثمهما أكبر من نفعهما، فيهما إثم وفيهما خير. الخير كان في الكسب المادي، وأما الإثم والشر كان في شربها وما ينتج عنه، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء قول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلى آخر الآية. فهذه الآية فيها تحريم قربان الصلاة حتى يعي الإنسان ما يقول إن كان قد شرب الخمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذن هم كانوا سكارى وكانوا يصلون، لكن لا يصلون إلا إذا ذهب أثرها بحيث يعي الإنسان ما يقول. ففي هذا الوقت لم تكن قد حرمت، وهذا أيضا كان في مدينة رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، ثم جاء إلى المدينة ونشأ عنها هذا أيضا هذه الآية الكريمة. ثم جاء قول الله عز وجل في سورة المائدة: ومنهم من قال حرمت في 4 مراحل، ومنهم من قال، وهو المشهور عند العلماء، أنها حرمت في 3 مراحل. بعد آية البقرة يسألونك عن الخمر، إلى آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إلى أن جاء قول الله عز وجل في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. التي سألت عن حكم الانتباذ، تريد أن تنقع الزبيب في الماء الحار لكي تشربه في ثاني يوم، فهل هذا عادي أو لا؟ كما سألت، قالت هل عادي وإلا لا يجوز. وقدمت لهذا بالكلام عن الخمر لأن للأمر ارتباطا بالخمر، وذكرت أن الأمة الإسلامية قبل أن يبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة العربية، كانوا يعاقرون الخمر وكانوا يرونها شيئا أساسيا في حياتهم، يتغزلون بها في شعرهم في قصائدهم، وهي شرابهم. وجاء الحكم فيها بالتدريج ولم يأتي تحريمه مباشرة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم خطوة خطوة إلى الطريق السليم. فجاء تحريمها في 3 آيات متباعدات أو 4 على قول بعض أهل العلم، بإضافة سورة النحل، وهو أن يتخذوا منها سكرا. فالآية الأولى هي آية البقرة في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم سألوه فجاء الجواب عن الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا في المدينة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ب 16 أو 17 سنة. ثم أيضا جاءت آية المائدة التي هي فيها التحريم، والمائدة نزلت في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد. فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين، فيها قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر
ويصدكم عن السبيل فهل أنتم منتهون. فلما سمع الصحابة هذه الآية قالوا انتهينا انتهينا انتهينا، وكانوا يشربون في تلك اللحظة، فسكبوها وأراقوها. قال أنس بن مالك من كثرة ما أراقوا قال حتى صارت المدينة كالأودية، يعني كما لو سكب ماء كثير في طرقات المدينة من كثرة الخمر التي كانوا يعاقرونها. وأخذ بعد ذلك الحكم بالتدريج، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ، والانتباذ النبيذ هو أن يوضع أشياء في الماء لكي يتغير طعمه، فيضعون التمر مثلا أو البسر أو يضعون العنب أو يضعون الزبيب، يرمي حبات من التمر في ماء ويشربه في ثاني يوم أو ثالث يوم. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ عفوا، محصلة الأمر والفقه في هذا المسألة بالنسبة لمذهب مالك رحمه الله ومذهب الشافعي ويلحق به ما أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع، أنه يجوز الانتباذ ليشرب يوم أو يومين إلا إذا تغير، إذا خرج له زبد، كما لو كانت البيئة الجو حار وتغير بسرعة، فيجوز أن تضع تمرات في ماء أو زبيب كما سألت الأخت وتشربه ثاني يوم أو حتى ثالث يوم. لكن إذا رأت أنه بدأ يتغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه يوم أو يومين ثم يسكبه أو يسقيه للبهائم، لكن لا يأخذه صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء. وأما أبو حنيفة فكان يجيز الانتباذ وينظر إلى مرحلة الإسكار فقط. ومذهب الجمهور هو الأسلم، هو الذي أدلت عليه الأدلة، وهو الذي نفتي به أنه يجوز للإنسان أن ينتبذ في الماء تمرا أو زبيبا أو بسرا أو عنبا ويشربه ثاني يوم أو ثالث يوم. وعندنا في البادية في الشرق كانوا يأخذون الماء ويأخذون عرق أو بعض أوراق من شجر يسمونه البطوم، له طعمة رائقة جميلة، يوضع في الماء حتى يغير طعمه ويعطيه نوع من الحلاوة الممتعة. وهكذا الإنسان يسعى في أن يهيئ البيئة التي حوله حتى يكون مطعمه فيها طيبا ومشربه فيها طيبا. الأشياء التي تؤدي إلى السكر والتي يخشى منها أن تصبح خمرا هذه لا يشرب منها إلا يوم أو يومين، وإذا علم أنه سيتغير يسكبه مباشرة ولا يشرب منه مرة أخرى، والله تعالى أعلم. يعني الآن الأخت هنونة منصور تشرب يوم أو يومين، والباقي إذا رأت فيه أنه أزبد أو تغير تسكبه ولا تشربه، والله تعالى أعلم.